هوشة قوية بنكهة درباوية بين عزوز واو ورهف القحطاني، وتصريح تاريخي للفنان محمد عبده. السعودية أبو الدنيا. والبطل جابر الريثي يتصدر الترند السعودي رحمه الله. ويا هلا والله أعزائي المشاهدين، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم جولة في السوشيال ميديا. نبدأها بالبطل جابر الريثي رحمه الله، حيث تصدر الترند السعودي اليوم والعربي في تويتر وتيك توك ويوتيوب خبر البطل جابر الريثي بعد العثور عليه اليوم بعد أن جرفته السيول قبل أسبوع تقريبا أثناء محاولته إنقاذ أولاد أخيه من السيول. جابر الريثي ابن منطقة جازان سطر أجمل معاني التضحية والبطولة. رحم الله جابر الريثي وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. أبو نورة في تصريح تاريخي: إذا مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها. احنا السعودية اليوم لكل العرب، هي بيت العرب. ان كان مصر مصر ام الدنيا، السعودية ابوها. تصعيد مبرر. كل انسان في هذه الدنيا او في هذه الحياة يحق له الفخر بوطنه، خصوصا اذا كانت المملكة العربية السعودية التي وفرت لابنائها العزة والكرامة ورفعت راسهم عاليا بين الامم. ومصر كذلك هي أم الدنيا التي كانت وما زالت حاضنة لكل العرب. وأبو نورة هنا ما يقلل من مصر ولا ربط التعليق في مصر، ولكن بما أن العبارة ارتبطت في مصر أم الدنيا فهو أراد استخدام نفس العبارة فقط للتعبير عن وطنه العظيم المملكة العربية السعودية. فعلا هي أبو الدنيا. إذا كانت بلد الحرمين الشريفين ما هي أبو الدنيا، فمن هو أبو الدنيا؟ البعض تداول المقطع بطريقة كوميدية بسبب تعودنا على تصريحات أبو نورة التاريخية، ولكن الحقيقة أبو نورة هذه المرة تصريحه كان في محله. السعودية أبو الدنيا. حفظ الله أبو الدنيا وأم الدنيا والأمة العربية والإسلامية وأوروبا وشعوب العالم والقارتين الأمريكتين وقارة أفريقيا والعالم كله. شيني أنا كأن انتقلت لي العدوى. اقلب الصفحة. وصلنا لأكشن اليوم بين رهف القحطاني وعزوز واو. هوشة في البث المباشر. عزوز واو خسرها في كل حال ومنذ البداية. كيف؟ تعالوا نشوف. يا رهف كيف حالك؟ ارحب، يلا حي. هنا رهف رحبت فيه بكل أدب واحترام، وهي موجودة في القسط الرباعي قبل عزوز، وعزوز هو اللي طلبهم وانضم للبث، فعزوز هو الضيف ورهف صاحبة المكان. بس شوف عزوز ايش يبغى من صاحب المكان يسوي، يبغى يطلع برا، بعدين هو شايفها قبل يدخل طبعا. معليش يا رهف نستاذنك، انا ترى يعني تارك القستات، يعني اذا في الله يسعدك. خذ راحتك، انت اللي داخل. اجل الله يعطيك يا رهف، يلا مع بس السلامة، توكل. يلا هلا جيب لنا رابع يا رهف. يلا روح مع السلامة، مو انت ما تلعب مع بنات وما تبغى وانت اللي جاي، اوكي مع السلامة. رهف قالت الصدق مع السلامة بكل احترام، بس هو هنا حقد يوم قالت توكل. يلا جيب رابع. كيف جيب رابع وانتم 4؟ الله يسعدك يا رهف، عين اذنك بس نبغى ندخل رباعي انا الشباب. طلعنا. لا لو سمحت، لا لو سمحتي، احنا متفقين عندنا جروب. لو سمحت بعد اذنك، انا ماني شغل. لو سمحتي يا انسه، لو سمحتي يا انسه لو سمحتي باحترام ادب، لو سمحتي يا انسه لو سمحتي، احنا يا انسه الله يستر عليك يا انسه، احنا متفقين. لو سمحتي، لو يا انسه لو سمحتي، لو سمحتي يا راس كيف البنت هذه يا راس، يا راس خلها يا اخي عشان يا لو سمحتي لا صدق والله خير، والله لو انت الاونر لو سمحتي. يلا اطلع، يلا بتاخذها بالصوت، يعني تاخذ الناس بالصوت. ما تبغى تلعب مع بنات او ما تبغى تلعب مع اللي بالقسط، استأذنكم شباب في امان الله. كل شوي داخل لنا واحد يستشرك ما يلعب مع بنات، ما يلعب مع دربين، وهو قبل المشكلة لاعب مع كل البنات ومع كل شكل ولون. لين شبع خلاص يلا نبدأ استشراف. ما عندك مشكلة، انت حر، اختار اللي تلعب معاه، بس لا تدخل في القسات وتطرد الناس. انت مين؟ انت اللي دخلت ما تبغاها خلاص اطلع، هي موجودة قبلك في القسط، لازم تحترموا الناس.
يا انس يا انس العبوا يا ربع. اطلع يا انس. لا 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 يا راشد لو سمحت يا راشد توكل على الله. طلع يا راشد طلع اطلع اعوذ بالله استغفر الله استغفر الله انفذ استغفر الله اعوذ بالله استغفر الله انفذ اعوذ بالله استغفر الله انفذ اعوذ بالله استغفر الله انفذ اعوذ بالله ايش هذا انها كوميديا يعني حط السماعة هنا وصارخ. لا 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 لا، انا مرة يعني كل ما حشرت في زاوية استخدم الخطة باء الصراخ كالعادة. طبعا هذه الطريقة الدرباوية للأسف لها جمهور وناس تصفق لها ويقول لك اوه ما شاء الله والله فاز والله سكته. ما انت قاعد تصارخ، انا ما جالس اسمع، حاط السماعين وتصارخ. كل ما انحشرت في زاوية قمت تصارخ، جمهورك واو ما حد يقدر عليه. وش سوى؟ يصارخ بس، يستخدم صوت العالي، انه عنده صوت عالي، ما حقول مزعج بس صوت عالي، وبعد يستخدم السماعة. اكيد الناس ما تتحمل الصوت العالي والازعاج. انفذ اعوذ بالله استغفر الله انفذ اعوذ بالله استغفر الله انفذ اعوذ بالله ايش هذا انها غير محترمة. ما شاء الله يا الالتزام والاحترام. الحين ما تبغى تلعب مع بنات وانا تايب واحترمت نفسي وما ادري ويش، بس تقعد تهاوش تشتمها، هذا عادي عندك؟ شفتوا التناقض؟ دخل يا اخي لو سمحتي اخرجي يا ربع. ترفوا معنا ذا حلو ذي، دخل علينا يقول اطلعي. توكل على الله. افضل حل عطته كتم. يعني وش تسوي؟ الواحد جالس يصارخ ما اعطاك مجال، يا تغطى على اذانك يا تعطيه كتم. خيار الكتم اللي حاطه البرنامج ممتاز. احد يصارخ عليك اعطاه كتم، انقذ جمهورك اللي صجهم بصوت العالي. والله العظيم يعني واحد فوق انه صوت عالي حاط لك السماعه هنا ويصارخ، كل ما انحشر في زاويه قام يصارخ. بس شوفوا الحين راح يظهر على حقيقته، يعني حيقول كلام مره ما عجبني. يا الربع صلوا على النبي. يا الربع صلوا على النبي. تبلور في الماضي يا الربع لو سمحتي يلا اطلع يلا بس يلا. الحين هذه مرجله تعاير بنت في ماضيها او في خطا سوته بالماضي، والله عيب عليك. احنا عيال الناس وكلنا عندنا اهل وعندنا عوائل وعندنا حريم، ما يصير اطلع مع بنت اقعد اعايرها انت اللي كنت تسوين وانت سويت وانت صار لك. عيب، المفروض نحترم انفسنا. عيب انه اطلع مع بنت وهذا كبر واقعد اعايرها في ماضيها، انت سويتي وانت ما سويتي. رجال وهي بنت وهي محترمه ما سوت شيء، يعني كانت مؤدبه، انت اللي صعدت الموضوع. كل الناس تخطي يعني، بس ما يصير نقعد نعاير الناس باخطائهم بالماضي حتى لو كان ولد مو شرط بنت. الشرع على الجماهير اللي يصفقون لي الاشكال اللي قال لك ايش والله حشرهم والله ما ادري ويش، بالصراخ اي احد يقعد يصارخ، حط سماعين ويصارخ. لا تقعدون تصفقون للناس ذي وتدعموهم في اشياء غلط قدام عينكم، محتواهم كله صياح وغلط على الناس. خلونا نشوف الحين رهف كيف متاثره، مسكينه ما لها ذنب، قاعده في قسط يدخلها واحد يشتمها ويبغى يطلع من القسط بدون سبب. هو اخيرا هو اللي طلع، اخيرا هو اللي طلع. بس عشان اثبت لكم اني ماني منحاز لرهف، اللي حيجي يقول انت منحاز لرهف، البنت عندها حق. رهف القحطاني 100% الحق لها، كانت في القسط كانوا 3 فهو طلبهم وشايفه وانضم ويبغى يطردها من القسط. هذا اولا. رحبت فيه بكل احترام ورد عليها بإساءة وغلط عليها ويبغى يطردها. ثالثا أسألها بإيحاءات وتلميحات عن الماضي أو أخطاء صارت في الماضي، عايرها بماضي وأخطاء قديمة. شكرا للمشاهدة.